لسه ما كمّلش 18 سنة بس قدر يعمل اختراع خلّى العالم كلّه يتكلّم عنه، لا وإيه، كلّه بأدوات بسيطة، يا دوبك استخدام الذكاء الاصطناعي بس. ميتيو باز اكتشاف عالم جديد ما حدش شافه ولا سمع عنه قبل كده، بس إيه حكاية الشاب ده وإيه اللي اكتشفه ويا ترى إيه اللي حصل له بعد كده؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. شاب عنده 18 سنة بس من لبنان وعايش في أمريكا اسمه ميتيو باز، عمل حاجة مخلّياه حديث العالم كلّه. الشاب ده قدر يكتشف 1.5 مليون جرم فضائي جديد كله باستخدام الذكاء الاصطناعي وبدون معمل فضائي ولا تلسكوب شخصي. كل اللي كان معاه لابتوب وشغف بالبرمجة وتحليل البيانات. اللي عمله ميتيو مش أي حاجة عادية، ده فتح له باب عالم جديد. ابتدى بفكرة بسيطة، يطور نموذج اسمه فارنت عشان يقدر يحلل بيانات ناسا المعقدة وتحديدا بيانات التلسكوبات الضخمة زي نيو وويز اللي بتراقب السماء بالأشعة تحت الحمراء. والنتيجة كانت صدمة للعلماء. اكتشف ملايين الأجرام اللي ما كانش حد شايفها قبل كده من نجوم وثقوب سوداء ومستعرات عظمى. ومش بس كده، الشاب ده نشر بحثه كله لوحده في مجلة علمية عالمية استرونوميكال جورنال، وعمل كتالوج بيانات اسمه فارويز، واللي دلوقتي العلماء في ناسا ومشروع تلسكوب جيمس ويب بيستخدموه في أبحاثهم اليومية. وعشان كل ده ميتيو فاز بالمركز الأول وجايزة مالية ضخمة قيمتها 250 ألف دولار في واحدة من أعرق المسابقات العلمية للشباب ريجينورم 2025. ومن غير ما يكون متخرج من المدرسة، اتحول من متدرب بسيط لباحث رسمي وموظف مدفوع في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. المفاجأة الكبيرة كانت في نهاية ديسمبر 2025. مدير ناسا نفسه جاريت إيزاكمان كتب له على منصة إكس: ميتيو قدم على وظيفة في ناسا وهتاخد رحلة بطائرة مقاتلة خاصة كهدية توقيع العقد. وفي نفس اليوم ميتيو رد بطريقة كده فيها ثقة وحماس، ونشر سيلفي وهو مبتسم ورافع علامة الإبهام وقال: أين أوقع؟ ودي كانت لحظة البداية لرحلة أسطورية مش هتحصل إلا بالاجتهاد والتركيز والشغف الحقيقي. وعلى فكرة ميتيو مش ناوي يوقف عند حدود الفلك بس، ده بدأ يفكر إزاي يستخدم تلسكوبات الأشعة تحت الحمراء لرصد حرائق الغابات قبل ما تنتشر، وبالتالي يقلل الكوارث الطبيعية. يعني شغله ممكن يكون ليه أثر مباشر على حياة الناس، مش بس على اكتشاف النجوم والكون. وفي الوقت الحالي ميتيو مركز على استخدام اكتشافاته لدراسة معدل توسع الكون، وحابب يساعد العلماء يحلوا واحد من أكبر ألغاز الكون اللي لسه محيرين البشرية.